السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى إن شاء الله حبيت أشارك معاكم فيديو. النهاردة هعمل معاكم البانيه بطريقة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. هو زي ما انتم شايفين كده اهوت، ما شاء الله شكله أصلا يفتح النفس، والتتبيلة بتاعته تتبيلة مميزة. هوريكم أنا تبلته ازاي وعملته ازاي، هيعجبكم إن شاء الله. ومستوى اهوت من قلبه، والطبقة الخارجية اهيت اللي مفكتش مني ولا أي حاجة. تعالوا بقى نشوف انا عملت الطريقه ديت ازاي، بس بقى فضلا وليس امرا. لاول مره بقى يشوفني ياريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونش كده في لايك حلو وفي تعليق حلو يشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات على طول. هنا معايا بقى المكونات. معايا هنا كيلو من البانيه، انا غسلته كويس قوي بالدقيق وبالخل وبالملح وبالليمون. لازم اغسله كويس ما يبقاش فيه ريحه اي زفاره، وشطفته بقى كويس طبعا، وصفيته بالمصفى عشان مش عايزه فيه اي ميه. وهنا بقى جبت التتبيله بتاعتي. هنا معايا بصلايه مبشوره، والبهارات ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه. ديت التتبيله انا بتبل بيها البانيه، بعمله بيها على طول كده. الصراحه بيبقى طعمه حلو وريحته حلو. هنا بقى انا كنت بتبل البانيه دوت قبلها يعني بيوم، عشان انا كنت هعمله يعني تاني يوم، فلازم انا اسيبه في التتبيله كده عشان يبقى طعمه حلو. وهنا كنت معايا برضه كوبايه زبادي. كوبايه الزبادي ضفتها برضك على التتبيله، بتطري معايا البانيه وبتخليه جوسي كده وحلو. جربوا بقى التتبيله ديت هتعملوا ان شاء الله والله احلى بانيه. وانا على طول بعمله بالطريقه دي، بيطلع معايا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. هنا بقى تاني مرحله هعملها معاكم اهو. زي ما انتم شايفين بقى، هنا باخد تاني يوم بعد ما بيته في التتبيله. هنا معايا بيضتين، ضفت عليهم شويه من الفلفل الاسمر كده بس عشان زفرت البيض وكده. وهنا بقى هقولكم بقى على الطريقه دي. بقى انا بضيف هنا البيض كله على البانيه، مش ان انا كل شويه اشيل بقى قطعة من البانيه واحطها في البيض، لا انا بضيف كل هوت على بعضه، يعني بوفر معاكي في الوقت وفي المجهود، وبيطلع معاكي النتيجة زي ما انتوا هتشوفي كده بعد ما اقليه هوريكم شكله عامل ازاي. ولا البانيه وانتي بتقليه بيفور منك، ولا يعني بياخد معاك وقت ولا اي حاجة. الطريقة دي انا بعمله بقى على طول كده، بيطلع معايا الصراحة حلو قوي. هنا معايا بردك الفيجيتار، معايا 4 اكياس. انا جايبة 3 باردين وواحد حار، وهضيف عليهم بردك شوية من الدقيق. ممكن تعملوه بفيجيتار خالص، وفي ناس بتحب تعمله بردك ببقسماط، بس انا الصراحة انا بعمل بالطريقة دي بتبقى طعمه حلو، والفيجيتار بيخلي طعمه احلى من البقسماط بكتير. هنا بقى قلبت الفيجيتار في شوية من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى جبت البانيه هون، لازم اضغط قوي عليه كده عشان خاطر الطبقة الخارجية ديت ما تفكش مني وانا بقليه ازاي. اهم حاجه الضغطه دي كويس كده، ونفضه كويس من الدقيق اللي فيه او اللي في جيتاه. اهو زي ما انتم شايفين كده بعمل كله هون بالطريقه اللي انتم شايفينها دي كده. عايزه اقول لك بردك الطريقه ديت حلوه قوي لو انت مثلا موظفه او عندك شغل وما عندكش اي وقت، ممكن تعملوه بالطريقه دي كده، وتحطوه عندكم في الفريزر. وقت ما تكونوا يعني مستعجلين او ما انتوش فاضيين بتطلعوه بتعملوه بتقلوه على طول. هو مجمد كده بردك بيبقى طعمه حلو وما بيحصلوش اي حاجه. انا بعمله عندي كده وبطلع يعني منه على القليه على طول. اهو زي ما انتم شايفين بقى كده ما شاء الله. لازم تنفضيه كويس قوي كده من الدقيق اللي فيه عشان واحنا بنقليه ما يحرقش يعني الزيت وكده. اهو احطه بقى في التلاجة بس شويه كده. ما ينفعش ان انا احط الطبقات كلها فوق بعض، لازم انا اخلي الطبقات كلها يعني جنب بعض مش فوق بعض عشان ما يلزقش مني. او ممكن تحطي كيسه من فوق كده وتحطي الطبقه التانية فوق منها. هنا بقى جبت اخر حاجه بقى هقليه معاكم. هنا حطيت الزيت يسخن، مش عايزاه يكون سخن قوي عشان لو سخن قوي هيشعف لي البانيه من بره ومن جوه هيكون مش مستوي. بقى يعني انا بعمله كده على نار متوسطه كده زي ما انتم شايفين. وهعمل بردك جنب منه شويه من الرز البسمتي بقطع الفراخ. هنا كنت خدت بردك قطعتين فراخ كده من البانيه، الحتت اللي هي التخينه دي. قلت بدل ما هي هقليها قلت انا هحطها في الرز، بتخلي طعم الرز بقى تحفه قوي. ودي تتبيله الرز البسمتي بتجيبها من عند العطار، بتقولوا له انا عايزه مثلا نص كيلو رز عليهم قد ايه تتبيله، هو بيديك يبقى عارف. وضفت هنا ليمونتين اللي هما المجففين، وعليهم ورق لوري، وعليهم بردك عود قرفة بيخلي نفس الرز حلو قوي، وشوية هنا من الكركم وشوية من الكاري. انا بقى بحب ان انا اضيف البهارات مع الفراخ. بشوح الفراخ الاول كده مع البصل عشان تستوي. هنا بقى كنت سبتها شويه تستوي مع بعضها مع البصله، كنت مهديه عليها النار. وغسلت بقى الرز،
لازم انا احب بقى البهارات كده تتشوح مع البصلايه، بتدي طعم حلو قوي، تيست حلو قوي للرز. هنا بقى زي ما شايفين بقى قلبت اهون كله في بعضه، وفي نفس الوقت اهون بقلل البانيه عشان يعني اكسب وقت وكده، عشان كنت مستعجله، كنت عايزه اعمل يعني الاكل على طول. شايفين البانيه؟ شايفين شكله بيتكلم عن نفسه والله. جربوه كده هيعجبكم والله. وانا بقليه ريحه التتبيله بتاعته وريحته كانت قلبه والله، ريحه البيت، وطعمه كده كان تحفه. هنا ضفت بقى مكعب مرق الدجاج للرز، وضفت بردك شويه من الملح. وهنا بقى كنت انا غاليه ميه، انا ما كانش عندي شوربه، فانا كنت هنا غريت ميه هون وضفتها بقى على الرز. انا بقى عارفه هنا معيار الرز كده، انا بحط كده بالبركه الصراحه بيطلع معايا يعني ايه مظبوط. اغطي بقى عليه واسيبه بقى يستوي على ما اكمل ايه قليه البانيه. شايفين بقى ما شاء الله. هو بقى هكمل كل القلي بتاع البانيه بالطريقه دي كده. ما بعليش عليه النار، ولازم اصفيه كده كويس اهوت من الزيت. ممكن تطلعوه على مناديل، انا ما كانش عندي الصراحه مناديل بقى، بس انا كنت انا لسه ايه هضيفه على خضره تاني، فانا عشان كده حطيته في طبق تاني. اهو شايفين بقى ما شاء الله الطبقه اللي فيه دهيت ما فكتش ولا وقعت ولا اي حاجه، ولا الزيت فار مني ولا اي حاجه. كنت الاول اجي اقليه وانا بحط البيض زي ما انا ما بقولكم كده في الاول، كنت الاقي الزيت يفور كده ويعلى لفوق، وما كنتش اشوف البانيه في قلب الزيت. هنا بقى كل ما بين كل قليه والتانية بمسك كده المصفى واصفي الزيت كده لو في اي حاجه يعني وقع منه دقيق او فيجيتار، عشان خاطر ما يغمقليش لون الفيجيتار، لون قصدي البانيه وانا بقليه. والزيت والله اللي انا قليت فيه تناه معايا لحد اخر قطعه من البانيه. والبانيه زي ما انتم شايفينه بقى لا غمق ولا هتحرق مني ولا حصل له اي حاجه، كله لونه ذهبي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. ما غيرتش الزيت ولا ضفت زيت حتى تاني، هما دول اللي انا كنت بقلي فيهم الكيلو البانيه. هنا بقى زي ما انتوا شايفين اهوت ما شاء الله، هو بعد ما خلصت قلي هنا بقى عشان كنت انا بصفي الزيت كويس، شايفين بقى كله اهوت لون واحد، اول واحده زي اخر واحده. شايفين ما شاء الله، ولا شارب مني زيت ولا فكك مني الطبقه الخارجيه اللي بره ديت ولا اي حاجه خالص. جربوا بقى الطريقه ديت هتعجبكم والله، وطعمه كده والله تحفه كده. والرز عايزه اقول لكم بقى الرز بقى ده كان طعمه بقى في حته تانية خالص. زي ما انتم شايفين شكله هو يفتح النفس بالقطع الفراخ دي، والفراخ اهي كانت في قلبه مستويه خالص. انا بعمله بقى كده على طول بالطريقه دي، بتاكلوا بقى احلى شويه رز بسمتي احسن ما بتعملوه ساده كده. وسلام بقى لو انتوا عندكم شويه من الزبيب وبتضيفوه عليهم، انا ما كانش عندي زبيب فانا ما ضفتش عليه زبيب، بيبقى طعمه حلو بردك قوي بالزبيب. وهنا بقى كنت عملت طبق سلطه اهوت ما شاء الله وبكاتشب. وهو بقى ده كان اكلنا بقى النهارده. ايه رايكم؟ اكله سريعه اهيت وخفيفه وما خدتش معانا اي وقت. يا ريت بقى تجربوا الطريقه دي كده وتقولوا رايكم فيها. ويا ريت بقى لأول مرة يشوفني متنسونش كده بقى في لايك حلو وفي تعليق حلو، وتدعوا لي دعوة كده حلوة من قلبكم، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين أجمعين يا رب. وكده بقى يكون فيديو النهاردة بقى انتهى معاكم، يا رب أكون كده خفيفة على قلوبكم، واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.